السلام عليكم، عاملين ايه واخبار يومكم؟ يا رب يكون يومكم بخير علينا وعليكم جميعا يا رب. دي طريقة عمايل الملوخية، تنشيف الملوخية. الملوخية اللي بنشف بوريها لكم ديا. الملوخية دي عندي من السنة اللي فاتت، امتحان عندي في التلاجة، في درج التلاجة كده. والله طريقتها جميلة ونظامها جميل، واني بنشفها كده على طول. على فكرة احنا يعني تقدروا تقولوا مش اكلين فيها جو، بس برضو ما يغنيش ان انت تعمليها في بيتك برضو لاي ظروف. خش عليك واحد ضيف، تخش تحب ان انت مثلا تعملي كام صنف طبيخ، كام صنف اكل كده يعني. دي طريقتنا. انا الفكرة الملوخية دي انا جمعاها من قدام البيت. الارض قدام البيت عندنا طبعا انتوا عارفين ان هي مزروعة فول ومزروعة ايش حتة البامية بتاعتنا. جمعت منها شوية الايه، الملوخية اللي زي العسل دول. ملوخية نظيفة وجميلة وحلوة، مش فيها أي حاجة، ولا فيها دودة ولا فيها حاجة. الملوخية لسه كده صبحة موردة كده. يعني يعتبر الملوخية الوقت بشاير لسه، مش احنا لسه في أول السنة بشاير. أنا هوريكوا طريقة تنشيف الملوخية وازاي تطلع معاكي خضرة، وتفضل معاكي خضرة، يعني تنشفيها وتفضل معاكي خضرة وجميلة. أنا بجمعها كده. طالما الملوخية معاكي نظيفة ما تغسليهاش. يعني اول طريقه بتخلي معاك الملوخيه تسود، طالما مش مستاهله غسيل ونضيفه ما تنشفها ما تغسلهاش. هي يعني اللي بتسودها معاكي برضو الميه، يعني ما صفتش حلو بتبقى تسودي مع المصفى. ما تظبطش معاكي طالما لو مغسول لازم تصفيها بمصفى، يعني تصفيها وتفردها بكام مصفى كده. اني فردت ملايه في الاوضه. يعني اول ما تجمعيها وتظبطيها زي ما انا عملتها كده، مش تطلعاها مباشر على الشمس على طول. لازم تحطيها حتى على الاقل يوم او يوم بليله في اوضه مغلوقه كده. تكون اوضه، ويعني ويا ريت يكون فيها مروحه، يعني من الطريقه السهله اللي يكون فيها مروحه. تيجي معاك على طول وتفضل معاك خضره وجميلة يعني. يوم بليلة في البيت، ويوم بليلة ويوم اللهم صل على النبي، ويوم على السطح. مش تسيبها في الندى، لأن الندى بيخليها تسود. فرطتها في ملاية، فردت ملاية، فردت المنظرة عندنا، وشغلت عليها المروحة. ودي يعني يعتبر ان فرطتها الصبح، ودي تاني يوم الصبح اهي. شغلت عليها المروحة، يعني بقيت اشغلها جنب ساعة وبطلها، يعني مش على طول مباشر على طول اهي. شوفوا عملت ازاي، تحس ان هي دبلت معاكي ولسه خضرة. هي دبلت ولسه خضرة. اما تطلع معانا في الشمس فوق هتشوفوها اهو. شوفي انا جمعتها اهو على قماشة بيضة وزي الفل اهي. همسك معاكم واحدة هتلاقيها بتعمل معاكم، بتهري معاكم اهي. يعني دي انت نشوف المروحة عليها هتاخد بس معانا فوق، يعني تقدر يوم. هي خدت معايا يوم واحد فوق على السطح، كانت الشمس حلوة، فرضتها على جوز صواني كده وقمت عاملاها. نطلعها فوق مع بعض. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. أهو طلعتها فوق على السطح، حطيتها فوق في البرندة الفوقانية. الشمس كانت يومها كانت ايه، كانت حلوة، يعني ما خدتش. عملتها يومها وفركتها، وعملتها يومها بالمنخل، نخلتها بالمنخل نفس اليوم اهي. شوفوا نشفت معانا وخضرة ولسه يعني تحس ان هي خضرة ولسه عاملاها مجطفاها. اللي وريتها لكم دي ولا فيها سوسة ولا فيها دودة ولا فيها اي صنف حاجة. اعمليها كده وحطها في درج التلاجة وفي باب التلاجة، وتفضل معاكي للسنة واكتر من السنة اهو. مسكتها هفركها كده بايديا وايه. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. وهعملها بقى ايه، اقوم ماسكاها بالمنخل، ايه النخله المنخل العادي اللي هو بتاعنا، بتاع السلك، المنخل العادي اللي هو بتاع الرد. يعني احنا شغل فلاحين، ما نقولش لكم لها منخل مخصوص، ولا انا عندي منخل كان المنخل العادي اللي بنخل بالرده بتاعت السمك. نفضته حلو وعملت بيه اهو. تمسكها تفركها حلو بايدك وانت قاعده كده اهو. يعني عملتها ما خدتش حاجه. يعني طلعتها من الصبح، من الساعه 7 الصبح فوق، وطلعت اخر النهار لها العصر كده في الطراوه. عملتيها وفركتها بالمنخل زي ما انتوا شايفين كده. وتدنك وراها بقى لما تصفاها كده بالراحة، زي ما انا بعمل معاكي كده. يعني
شايفين كده تفضل معاكي جميلة. ودي احسن طريقة لعمل الملوخية. والله بتفضل معاكي خضرة خضرة، يعني تيجي تطبخيها تلاقيها خضرة اكنك انتي مخرطاها وعاملاها في نفس اليوم. اهي باينة خلاص معاكوا اهي. ما اقولكوش يعني على طريقتها، طريقة سهلة ومش صعبة ولا حاجة، وان انت بس تعمليها. المهم ان انت تبيتها اليوم بليلة تحت في الايه، في البيت، مش طالعاه مباشر خضرة في الشمس، لان بتطلعها خضرة مباشر في الشمس دي الورقة بتبرم معاكي وبتسود. الورقة بتبرم وبتسود، لكن دي بتفضل خضرة زي ما هي، لانها بتدبل على طراوة مفيش شمس، طراوة طبيعية، طراوة هادية، طراوة المروحة الهادية. ولو مفيش مروحة عادي ممكن تفرضها وتسيبيها هتدبل برضو معاك. حطها يوم بليلة والتاني يوم تكون مطلعاه اهو. وادي اللي طلعته منه. انا على فكرة انا كنت بعمل حبة واوقف الفيديو عشان الفيديو ما يبقاش طويل عليك وتملوا مني وتزهقوا مني اهو. اعمل كده حبة بحبة ايه، وتفركي كده ايه تقوم تنزل معاكي من المنخل، عشان ما يبقاش فيها يعني تحس ان فيها كتل كده، وبيبقى فيها برضه فيها خشانة. يعني بس يعني أنا عن نفسي بنخلها بالمنخل، مش بعملها، مش بقوم فرقاه وحطاه وخلاص، لا لازم انخلها. بيطلع منها برضو رواسد من تحس ان هو عامل زي الايه، اللهم صل على النبي، ايه برضو الحرف بتاع الورقة ما بينشفش معاكي حلو، يعني تحس برضو ان بيبقى فيها رواسد مش حلوة ان تفضل فيه. شوفي دي ناعمة ازاي وحلوة وجميلة ازاي اهي. ودي طريقتي في عمل الملوخية. يعني انا والله الكيس اللي انا موريه لكم في اول ما عملت خالص دي اللي انا عاملاها يعني من السنة اللي فاتت، والله من السنة اللي فاتت، وما فيها اي حاجة بتقعد، وهتقعد معانا كمان 3 4 شهور. لان طبعا انت قلت لكم اللي احنا مش بناكلها قوي، يعني بعملها لما يكون مثلا عندنا ناس ضيوف، يعني برضو جوزي بياكلها وعندي بنتين بياكلوها، بس مش قوي، يعني ممكن يتهف عليهم كل فترة، مش كل يوم، او تقدروا كل مثلا اسبوع، لا ده ممكن كل شهر، كل 20 يوم. وجوزي طوال مشينا مش موجود ان هو ياكلها برضو، بس انا برضو بعملها على طول. والشوية دوم الشوية اللي طلعوا منها هرموهم بقى، ما عادش لهم لازمه، مش هرجعهم في الشمس تاني. وده الشوية اللي ربنا بعتهم لنا، يعني مش هقول لكم ما تنسوناش كده باللايكات والاشتراكات عشان القناه تكبر وننزل لكم كل جديد. يعني بتمنى ان القناه تكبر معاكم، والله بتمنى. واللي هيعمل طريقتنا في تعميل الملوخيه، يعني لا هتسود ولا هتبقى مثلا لونها مش كويس. والسلام عليكم.